السلام عليكم متابعي الكرام. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إذن الضربات تتوالى تباعا على أعداء الوحدة الترابية للمغرب. فمشاهدينا الكرام، في غمرة فرح النظام العسكري الجزائري بمنصب إداري بحت، وهنا كنهضروا على المنصب ديال مفوضية الاتحاد الإفريقي. وزيرة الثقافة الفرنسية حلت بالصحراء المغربية، وبلباس أهل البلد أكدت أن فرنسا وبكامل أطيافها تعتبر الصحراء أرضا مغربية، ومن يقول عكس ذلك فهو واهم. زيارة الوزيرة الفرنسية تابعه عويل وبكاء بقصر المرادية كما هو معروف. وهنا مشاهدينا الكرام، بعد بحثي عن البلاغ، بغيت نقرأ عليكم البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية. نقرأ عليكم وسمعوا مزيان شنو قالوا. وهنا نص البلاغ: إن الزيارة التي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية إلى الصحراء المغربية أمر خطير للغاية، وما هنا يسموها الغربية، فهي تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي. كما أن هذه الزيارة تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي في الصحراء المغربية ماشي الغربية، أرض لم يكتمل مسار تصفية الاستعمار، هادشي اللي سموه بها، وأرض لم يحظى شعبها بممارسة حقه الغير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. وفي الأخير فإن الزيارة المستفزة تعكس صورة مقيتة للتضامن والتعاضد بين القوى الاستعمارية قديما وحديثا، وبقيامها بذلك فإن الحكومة الفرنسية تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء المغربية مش الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية. هادشي اللي كان في البلاغ ديال وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. كما قلت لكم في فيديو سابق، المغرب وعلى الدبلوماسية المغربية من الآن فصاعدا الوقوف بحزم من أجل عدم تكرار ما حدث في الأيام القليلة الماضية. ولكن أطمئنكم بالقول بأن الأخبار السارة تتوالى، وذلك بفعل العمل الممتاز الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية. وهناك ندوي على دول الجوار. فنحن نعم، هناك الجزائر كجارة شرقية، وهناك موريتانيا كذلك. هذا البلد الذي يشكل عمق المغرب الإفريقي، ومنذ القدم صراحة، يعني سنوات هذه، وهناك صراع محموم بين المغرب والجزائر لكسب ود هذه الدولة. بعض الأحيان موريتانيا كتلعب على هذه الازدواجية، مرة كتمشي للمغرب ومرة كتمشي مع الجزائر، ومتعارفة على ما كانت تسميه بالحياد الإيجابي في قضية الصحراء المغربية. موريتانيا ما كتعترف، ما كتنفي الاعتراف بجمهورية العصابات أو بجمهورية القياطم. اليوم مؤشرات متلاحقة، وقريت هذا الشيء في شحال من مقال، خاصة بعد تأكد تصويت موريتانيا للمغرب في منصب نائب المفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذا الزيارة التي كان قد قام بها الرئيس الموريتاني ولد الغزواني للمغرب اليوم ومن جديد، وعلى لسان وزير الخارجية ديالها تؤكد أنها قررت رسميا الانضمام إلى المبادرة الأطلسية. وهنا يا مشاهدينا الكرام، عندما نتحدث عن المبادرة الأطلسية فإننا نقول المبادرة التي فيها دول الساحل بوركينا فاسو، النيجر، السنغال، ونضيف لهم موريتانيا، يعني غيوليو هادو كلهم دول عندهم حدود مع الجزائر، وهاد الدول كلها غتولي محاصرة الجزائر. وإذا مستقبلا انضمت لهم ليبيا
غيولي تطويق من جميع الجهات للكيان الجزائرية. عرفتوا شنو كيعني هذا الشيء مشاهدينا الكرام؟ يعني أن مخططات الجزائر لعزل المغرب عن محيطه أو عمقه الإفريقي انتهت. كل محاولة للجزائر أو جميع أفكار الجزائر من أجل عزل المغرب عن محيطه أو عن عمقه الإفريقي أصبحت طي الكتمان أو طي التاريخ. ما يمكنناش نهضروا الآن على شي حاجة سميتها أن الجزائر تقدر أنها تعزل المغرب عن عمقه الإفريقي. هنا كنتحدثوا كما قلت على موريتانيا، السنغال، تشاد، النيجر، بوركينا فاسو. هاد الدول كاملة ولات مع المغرب حاليا، وبالتالي المغرب رسميا ضمن أنه سيد شمال إفريقيا والقوة الأكثر زعامة بشمال إفريقيا كذلك. إذا مشاهدينا الكرام انتهت اللعبة، انتهت مخططات الجزائر، انتهت محاولة الجزائر لعزل المغرب عن عمقه الإفريقي، وبدينا في مرحلة جديدة فيها واحد تكتل إقليمي نقي. الأخبار السارة مشاهدينا الكرام ما سالتش هنا، حيث أكدت مصادر أن رئيس المفوضيات ديال الاتحاد الإفريقي ووزير خارجية دولة جيبوتي سيقوم بزيارة رسمية للمغرب الأسبوع المقبل، وهي زيارة عمل سيلتقي من خلالها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. هذا الخبر الذي يظهر أنه خبر عادي لكنه بالفعل سيشكل ضربة موجعة للنظام العسكري الجزائري. هذا ومن المرتقب أن تشهد الزيارة كذلك زيارة وزير خارجية دولة جيبوتي للأقاليم الجنوبية. بغيت نذكر مشاهدينا الكرام باللي دولة جيبوتي فايت لها أنها افتتحت قنصلية بمدينة العيون أو الداخلة، لا أتذكر جيدا، ولكن العيون أو الداخلة. وبأن دولة جيبوتي من الدول التي تعترف وتساند المغرب فيما يخص مغربية الصحراء.